قرعة دوري أبطال إفريقيا، حيث جمعت ما بين الموج الأزرق الهلال السوداني سيد البلد حبيب الملايين مع المارد الأهلي المصري، المارد الأحمر الأهلي المصري. للأمانة يعني إنه أنا ليه قلت المارد الأحمر الأهلي المصري؟ لأنه هو الأهلي المصري فريق كبير، يعني ما فريق صغير، يعني له احترام وله تقدير وله بطولات في القارة الإفريقية وله بطولات عديدة في الدوري المحلي في مصر. فانه فريق اريخ يعني حتى ليه في كاس العالم يعني. فبالتالي انه نحن ما كمشجعين او كجماهير للهلال السوداني ما بنقلل من قيمه الاهلي. تاريخيا الهلال السوداني مع الاهلي اتواجهوا 12 مباريات حتى تاريخ اللحظه. يعني المباراه الجايه دي بتكون رقم 13، اذا اللي جوا باذن الله حتكون رقم 13. تاريخيا في ال 12 مباراه دي الاهلي فاز فيها 6 مرات، 6 مرات. واكبر نتيجه فاز علينا الاهلي فيها 3-0. والهلال السوداني فاز على الاهلي 3 مرات، واكبر نتيجه فاز فيها الهلال على الاهلي 3-0 ايضا 2007. يعني دي مباراة شهيرة يعني الكل بيعرفها، يعني دي حتكون في الذاكرة يا أخي. المباراة الجاية حتكون في استاد القاهرة الدولي. مباراة الإياب حتكون إن شاء الله إما في موريتانيا أو في ليبيا، ونتمنى إنه الناس تلعبها في ليبيا يعني. وتحية من هنا للشعب الموريتاني، وما شاء الله عليهم ما قصرتوا معانا وفتحتوا لنا بلدكم يعني كأنها يعني كأنها السودان يعني. لكن ليه الناس بتقول بنغازي؟ ليه دائما جماهير الهلال بيتمنوا انه مباراة تتلعب في بنغازي؟ لانه ليبيا ما شاء الله يعني فيها سودانيين كتير، يعني فيها مشجعين كتير يعني بالنسبة، أي فيها مناصرين كتار. فعشان كده هلال خليكم فوق ومعنوياتكم فوق، والسنة دي إن شاء الله دايرين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هنتفوق على الأهلي في المباراتين ذهاب وإياب، ويكون ما بيننا وبين الأهلي فقط مباراة واحدة اللي هي بتاعت التاريخ. نحن لسه هنفوز على الأهلي 3 مباريات حتى نعادل إنه 6-6.